اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم هاشتاغ نيوز. كما عودناكم ديما، اليوم جبنا لكم فيديو جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اخر الحلقه غنتلاقاو وشكرا. نستقبلوا معنا استقبال. ما نستقبلوش، نستقبلوا نرجعوا الصغير على خاطر هو تحطوا في الحجم تاعو. هما حسب كبرناهم بزاف، كبرناهم كل واحد نعطوا له الحجم تاعو. اليوم كاين نديروا بروتوكول، بصح بروتوكول عادي. خلونا ديال برنوس وعطاتوا له في الكادوات، وكيما قالك الشوفير والاسكورت، وحتى يشعر بانه شو جا البلد، تقول البلد هذا ما عندنا تراديسيون، باك عندنا القيم وعندنا التاريخ، قيم مع الناس في لافريك اللي مد مليون ونص مليون شهيد، مدينا ضريبه. علاش تاعنا جبناه بالدم، جبناه بالقوه، ما جبناش هكذاك، لم يصدق علينا. اخ كمال، القيم الانسان اللي يقيمك تقيمه، الانسان اللي يحقرك ما تقيموش. مراد وردي قول لي صراحه، اطلاله فوزي لقجع مؤخرا في احدى القنوات المصريه، هل هي لاعاده اعطاء البريق وتلميع صورته بانه نزيح وبانه لم ينحاز للمنتخب المغربي الذي لم يفز بكاس افريقيا منذ 96، ونهضة بركات ايضا لم يتوج باي لقب قاري، ونمدح ونجعل منه بالفعل الشخصيه الفاعله. حتى اللوبي الاعلامي هو ايضا اضحى رهينه، اقول للبعض وليس الكل، بكل صراحه. شكون هذه اللوبيات وشكون اللي وراءهم؟ كيقول مصر ولا كتقول بلدان اخرى؟ حتى بلاطوات تونسيه، ولا كتقول اثيوبيا، حتى بلاطوات تونسيه، بعض بلاطوات تونسيه، ولا كتقول تونسيه باش تحطوا الامور في نصابها، تحدث رياضيا ولا كتقول تونسيه، ولا كتقول شكون وراءهم؟ شكون اللي حاكم الاعلام عالميا؟ هو اللوبي الصهيوني. شكون اللي حاكم المال؟ هو اللوبي الصهيوني. اكيد. شكون اللي حاكمين لي سبونسور؟ هو اللوبي الصهيوني. الناس وراءهم هذه الاشياء. نادي بركان اليوم استعمل وسيله باش يتاهل، تاهل، ربما تاهل 90% راه متاهل، باش ما نقولوا 99%. صحيت. اليوم رانا فاهمين علاش افريقيا بقوتها بكبرها بثروتها قاعده مستعمره، والعالم استعمار خرج، دينيا، التسيير نفسيا، التسيير الاستعمار ما زال قاعد في افريقيا. انا نعاملهم بالتي كما هما يعاملوني. اليوم اقتل كلامكم الاحسن. اليوم هاد الناس ربي يغفر لي واش نهضر ونتحمل مسؤوليتي، هاد الناس افارقه لهم يجوا في الكاف وفي اشياء، يسمى طاكسي ما نديرلوش شوفور. السؤال الذي يطرح هو تحيز بعض الوسائل الاعلاميه على شكيه بعض البلاطوهات المصريه والبلاطوهات التونسيه التي تضامنت وانحازت مباشره مع فوزي لقجع والجامعه الملكيه المغربيه. هل هذا التحيز الفاضح لهذه الوسائل الإعلامية التي كان من المفترض أن تكون نزيهة ومحترفة وموضوعية في طرحها طبعا للموضوع، كفانا نفاقا وكفانا أخوة أشقاء عروبة دم واحد يجمعنا؟ ليبقى الجزائري، أقولها ما بين قوسين، ربما الوحيد الذي يعترف طبعا بهذه المصطلحات التي أكل عليها الظهر وشأ لهذه الوسائل الإعلامية. اللي بكل صراحه سيد عبد الرؤوف برناوي، احنا باش نعرفوا باللي احنا كجزائريين لابد ان نتحد فيما بيننا، سواء كجمهور، سواء كاعلاميين، سواء كاسره رياضيه، باللغه العاميه واحد ما يحبنا. باللغه العاميه ليس اننا منبوذين، ليس لاننا اهل عداوه، ليس لاننا ربما لا نعترف او ربما لا نحسن الجوار ولا نكرم الضيف، لا، بل هي غيرة، لأن الجزائر يملك النف ويملك العزة ويملك الشرف بكل صراحة. شاهد بلاطوهات أكيد تعيس فاضح، وحنا نشوف البلاطوهات الإخوة والأوروبا لا اللي دنا الجزائر خط أحمر. فالثمن لمواقفنا الثابتة أكيد تجاه قضايا عادلة، وكان من المفروض عدم خلط السياسة بالرياضة وخلطها طبعا بكرة القدم. هل ندفع ثمن لوبي صهيوني يسير دميات عربية للأسف أقول؟ أنا نضيف لك، تستعمل طبعا للأغراض المخزية أقول. ماشي رانا ندفع الثمن، احنا ما راناش ندفع الثمن، احنا رانا كما نقول لك نواجه الجزائر يتواجه، ورانا هو بقوة. الثمن رياضيا لا بقوة. نقول لك واش هي، انه الحمد لله الجزائر لا طبعت ولا هرولت ولا طبعت، لأنه هذا الشيء انت كما تفضلت وقلت
حنا الجزائر صحاب النيف اللي هي كما يقول الشيخ العنقا الله يرحمه بات الشرطه مع كاس، اللي هي انه حنا الجزائر هذه الحكمه وهذه الجزائر اللي هي القيم وهذه الجزائر المبادئ، العالم هو اللي يحتاج الجزائر والرياضه هي اللي تحتاج الجزائر وليس العكس. على كل الى قضيه اتحاد الجزائر ونهضه بركان. مراد وردي يبدا معك قبل ما نروح للسيد محمد النوبي، بعدها افصل مع السيد عبد الرؤوف برناوي. القضيه اخذت ابعاد اخذت اكثر منها كرويه واكثر منها رياضيه للاسف. النتائج رانا نستناو فيها، ولو ان يوم الاحد فيه نهائي اول ضد فريق الزمالك، معناتها راح تلعب المقابله الا اذا كان الكاف غدوه ترسل الفريقين وتقول لهم يا ودي استناو حتى ندرسوا القضيه كما ينبغي. ولكن المؤكد اليوم انا نظن اكبر مشكل اللي راهو موجود حاليا ماهوش موجود عند نهضه بركان. نهضه بركان الى يوتيليزي ان مويان، ولكن الكونفدراليه الافريقيه راهي في انزلاقات خطيره مستقبليه اذا كان اليوم ما تاخذش بعين الاعتبار عوامل اللي الفيدراليه الدوليه والكوميتي اولمبيك هو اللي سن قوانين اللي تقول باللي لا سياسه في الرياضه. اليوم اذا كان الكونفدراليه خلات امور مثل هذه معناتها راهي تقول للناس ان لي تريبون راح يكونوا مدرجات سياسيه وما راحش يكونوا مدرجات رياضيه. ولذا نقول على الكونفدراليه الافريقيه ان تاخذ قرار صائب من اجل ابتعاد السياسه من الرياضه. لا والله لازم نعطوا الدروس ونكملوا في الدروس تاعنا، رانا نعطوا لهم الدروس من اجل السلم والسلام في اي بلد راهو مستعمر. احنا مع تحرير الشعوب، اقول تحرير الشعوب. ولذا اقول لو كان باش نعطي له البرنص نعطي له البرنص، لازم نربيو. اليوم ما لازمش نكونوا نيجاتيف كيما هما، نبغوا يتر بوزيتيف. رانا بوزيتيف دون دي تروك يفوك نكملوا نكونوا بوزيتيف. سي كوا برنص ولا سي كوا مراد زدنا والله زدنا في امور. لا شوف نقول لك حاجه، انا شوف انا باش النيجاتيف هاو المشكل تاعنا. لو نيجاتيف يجر البوزيتيف، لا لازم احنا البوزيتيف هو اللي يجرنا. ما يدير والو ما جر والو مراد ما دير والو بهذا البوزيتيف تاعك. والله ما تغير يا مراد. انا نقول لك حاجه، والله ما تغير يا مراد. راهي السياسه يديرها ينتهجها الكثيرون، وانا اخاف من الشعوب سواء الافريقيه ولا العربيه اللي الله غالب راهي مغلوبه على روحها. ولكن نقول لك حاجه، الوقت راح ينصف نحبوا ولا نكرهوا. لو بيان il vient pas tout de suite. لو مال اون بو لو فير. دوك نريب يما هذه دوك نحيها، ولكن اللي نبقاو لان شوف كلكو سوايكس الا كان ضميرنا راهو مرتاح نكملوا بضميرنا ما نخسروا في هذا الوقت. هذه هي واحد اللي ما يحبكش تدار معاه حتى تعييه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأدوه هكذا، كان جارو يأديه حاشاك ويرمي له ويروح من بعد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع جارو لخاش يقول لا شوف انا نقول لك حاجه، شوف صح اوني فور احنا وعلى بالهم باللي اوني فور. دوك حبيت تخرجني من اوني فور شوف دي شوز كوم سا سي ميسكان. فرق ما بين المعامله الحسنه اللي ما يقدرلكش، شو اللي ما يقدرلكش يعايرك، اسمح لي، اللي ما يقدرلكش ويعايرك هو مخبي. مراد نعاودوا للموضوع تاعنا معليش مراد باختصار من فضلك. اسمع كاين بعض البلدان الافارقه وكاين بعض المسيرين الافارقه، كاين بعض اسمع مسيرين افارقه تعملوا كيما يحصل في افريقيا. هي شوف اليوم شوف خلينا نسمعوا مع الوزير معليش مراد. جنوب افريقيا، شوف جنوب افريقيا عطانا المثل بنيلسون مونديلا. باختصار وحنا نيلسون مونديلا معليش هذا قوه. هذا موتسيبي لا يمثل جنوب افريقيا. ونحن نعرف قيمه الرجال طبعا في هذه البلد، خصوصا الافارقه الاحرار. صح نشوفها وفي كل انحاء العالم. توقفنا عند نقطه لمحرز يبقى قيمه ثابته في المنتخب الوطني. قيمة ثابتة، وأنا أكون عليه صريح. لازم الناس هذه تتوقف على تحطيم كل ما هو جميل وهو جزائري. حبسنا هذا محرز لاعب كبير، بطل كبير،
بطل افريقيا، بطل اوروبي، لاعب كبير، الناس لازم تتوقف انه هذا التحطيم كل ما هو جزائري. هذه الحمله تاع انك تعفس على كل ما هو جميل باش تلحق المناصب ولا باش تاخذ. يا اخي حاليا راك في المنصب، اخدم باش تكون بطل افريقيا، ولا اخدم باش تعملنا بطل كيما بن سبعيني ولا بطل كيما محرز. لازم مهم جدا انه نحترم. انا كيما نتكلم على الاسماء اللي تفضلت وقلت بالليل وقلت، لكن انا نشوف احنا في نهايه البطوله داخلين على ميركاتو. انا الشيء اللي نعرفه انه كل الانديه القويه ماديا راهي تتنافس على تطراوي. علاه ما نتكلموش عليه في المنتخب الوطني؟ لانه لازم تكون اللوجيك يعني في التسيير، انه في القيمه في السوق. هذا هو اللي عنده قيمه، الانديه تتنافس على هذا، بعد كي نروحوا المنتخب يخرج اسم واحد اخر باش نعطوا له قيمه. هذه نعرفوا احنا انه كل ما يدار في كاين لوبيات هاد تروجي لاعبين على لاعبين. لازم تتوقف، حاجه ما تخبى في الجزائر. لازم تتوقف. ورانا داخلين ايضا على ملف عبد القاهر القادري احسن لاعبين في متوسط الميدان في البطوله البلجيكيه، ما يتكلموش عليه بزاف. مش عليه لانه ونتكلموا على لاعب راهو مرار راهو سجل في ليكيب تاعو خسرت كاطا نتكلموا عليه، ما عندوش داروا ماتشين نتكلموا عليه. انت على بالك كاين لوبيات، واللوبيات هذه لها صله وعلاقه بمناجره يروجون للاعبيهم عبر بلاطوهات وعبر حصص تلفزيونيه ورياضيه والكترونيه. لهذا الشيء كامل مهم جدا انه الناخب الوطني يكون يعرف كل الجزئيات باش ما يسمعش، لانه لا يسمع راح يدور. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى موعد لاحق بحول الله مع فيديو جديد بموضوع جديد، وشكرا.